عملت الكونتنت على الويب سايت كله لوحدي من غير شات جي بي تي. طلعت الكيورد زي ما قالوا لنا وطلعت كل حاجه، فالويب سايت نفسه دلوقتي كله انا اللي عاملاه لوحدي. هاي، انا اسمي ماري جرجس، عندي 2 ريستورانت، هو فاميلي بزنس اسمه اسبرو. انا كان عندي مشاكل كتيره قوي في المطعم، ان اي ايجنسي مش بتديني الريزلت اللي انا عايزاها كلها، فكنت حابه ان انا افهم قوي علشان خاطر افهم هما بيعملوا ايه. فالدبلومه دي كانت شامله كل حاجه انا محتاجاها، بس دلوقتي انا محتاجه الستيج دلوقتي ان انا اعمل ماركتنج ان هاوس للبروجكت بتاعتي، وزين بقى هابجريد الكورس ان انا اشتغل بقى ايجنسي لكل المطاعم اللي عندها المشاكل دي. لقيت ان هم شامله كل حاجه انا عايزاها. كان عندي مشكله ان انا عارفه يعني ايه ماركتنج، بس ما اعرفش التطورات بتاعه الاي اي جوه الحاجات كلها. دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص، ما بقاش ان انت تعملي اعلان وخلاص، لا الاي اي بقى متحكم في كذا حاجه. دلوقتي انا لسه في الايجنسي اللي انا فيها، قادره اتحكم في كل حاجه بيعملوها، بقيت عارفه اتكلم معاهم، والريبورت اللي بيطلع ابقى قادره افهم الريبورت ده اصلا مهم ليا ولا لا. الحمد لله ان انا دلوقتي بدات فعلا اكرييت ويب سايت، وطبعا بدات افهم يعني ايه اس اي او. كذا مكان خدت فيه قبل كده ماركتنج كان بيبقى الحاجه ماتيريال، بس المره دي كان في كذا دكتور اوريدي شغال في الحاجات دي اصلا بايديه، فكانت بتبقى حاجات اكتر ما هي ماتيريال، حاجه باكسبيرينس اوريدي هو عملها. فكان مثلا في غلطه هو عملها او حاجه اول ما بدا كان بيقول لنا عليها خلي بالكم منها. دي حاجه فادتني جدا، ان الحاجه عملي قدامي، بلس عليها في الورك شوب احنا كنا بنشتغل بايدينا في اي حاجه انا مش عارفه اعملها انا بعملها، مش ثيوريتيكال وخلاص. فدي كانت حاجه كويسه قوي هنا، بلس عليها ان هم كانوا بيدونا سجشنز لحاجات ممكن نقراها وحاجات نعرفها لوحدنا كسيلف ليرنينج، ولو انا مش عارفاها باجي اسال عليها. فدي برضو حاجه طورت مني وانا جوه الكورس اصلا.